الفنان حسن أتلة من مواليد بورسعيد سنة 1914. قبل ما يشتغل في الفن كان عنده محل في شارع محمد علي لبيع وتأجير الآلات الموسيقية وخصوصا الآلات النحاسية. بدأ نشاطه الفني بالإذاعة من خلال البرنامج الشهير ساعة القلبة، قدم ثنائي شهير بعنوان حسن وحسان. من البرنامج ده التقطوا فؤاد المهندس وإسماعيل ياسين واستعانوا بيه في أفلامهم، ومن هنا بدأ مشواره في السينما. وصل رصيده السينمائي لأكثر من 50 فيلم، وظهر في بداياته بأدوار قصيرة كان المخرجين بيختاروه فيها بسبب تكوينه الجسماني البدين فقط وتوظيفه في أحداث الكوميديا، لكنه قدر إنه يرسم لنفسه ملامح فنية مميزة، وأغلب إفيهاته كانت خارج اللي مكتوب في السيناريو. تلقائيته خلت المخرجين يستعينوا بيه في أفلام إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس، وكان كمان من النجوم المحببين عند المخرج الكوميدي فطين عبد الوهاب. بدايته السينمائية الحقيقية كانت من خلال فيلم أحب الغلط سنة 1942 في دور صغير جدا كان لابس فرعوني وبيقول فيه جملة واحدة في صحة إيزيس. بعدها غاب عن العمل الفني لمدة 8 سنوات، رجع تاني وشارك بالتمثيل سنة 1950 في عدة أفلام، منها جوز الأربعة، ما كانش على البال، أسمر وجميل. من أشهر أفلامه حماتي ملاك في دور صبي الحنوتي وجملته المشهورة ده انت نينا قوي ودي منبه يا معلمي، وكمان إسماعيل ياسين في الجيش، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين وجملته المشهورة لا مؤاخذة يا ابني أصل أنا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي. وكمان فيلم ابن حميدو لما إسماعيل ياسين كان بيقول له لو النبي فتشني فتش، وعنتر ولبلب، وإسماعيل ياسين في البوليس السري، وغيرها من الأفلام اللي سابت أثر كبير في ذاكرة السينما واللي هنفضل طول عمرنا فاكرينها. كان آخر أفلامه فيلم سارق المحفظة سنة 1970 مع رشدي أباظة وميرفت أمين. توفي حسن أتلة سنة 1972 عن عمر يناهز 58 سنة. خلصت حلقتنا النهارده، لكن حكايتنا لسه ما خلصتش. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني ان شاء الله يوم جديد ونجم جديد وحلقه جديده